السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشارككم اليوم وجبة الفطير مع الوزف. هذه المرة سويت الفطير بالطريقة الأصل بدون استخدام الماء البارد أبدا. اتبعت الخطوات القديمة. أتمنى يا رب الطريقة تعجبكم ويلا نشوف تفاصيل الفيديو. في بولة العجن معايا 4 أكواب من طحين الغريب أو الذرة الحمراء وكوبين من طحين البر، بخلطهم مع بعض. وبشيل على جنب 3 أكواب من هذا الخليط. بضيف كوب من الدقيق الأبيض وبخلط الجميع مع بعض. بحط شوية من الملح. وفي هذه الأثناء أنا معايا ماء ساخن يعني قد غلي، بحط عليه 3 الأكواب اللي شلتهم من قبل من خليط طحين الذرة البيضاء والبر، يعني بسوي عصيدة. يسموا هذه المرحلة الرفوخ. الآن أنا بجهز عصيدة الرفوخ اللي بصبها على الطحين. بظل أعصد تقريبا 3-4 دقائق. خلاص بطفي النار وبحطها على الطحين زي ما شايفين وبقلب. ويفترض انه تخلوها تبرد، بس انا في الحقيقة ما صبرت، فكنت اعجن كده بيدي والعصيدة حارة والعجين حار، فرجعت بقلب بالمقحي. احتجت شوية ماء، اضفت شوية ماء فاير، ماء مغلي، يعني شوية جدا يمكن ربع كوب. هذا في حال احتجته ماء، ولا هو المفروض خلاص ما عاد تحتاج. فزي ما شايفين انا هنا بظل اعجن اعجن اعجن. المفروض كنت ما اضيف هذه شوية الماء، لانه عجينة الفطير المفروض تكون قاسية قاسية قاسية. فأنا هنا بعد عناء لميت العجينة خلاص. لاحظوا ما اضفتش ابدا ماء بارد. اضافة الماء البارد تخلي الفطير مشقق. هنا عندي سخنت التنور، شوفوا بعد الكدر لازم يسخن التنور تماما تروح هذه العلامات تقريبا. فإنها الآن بشغل الأطراف الوسط، فبخلي التنور يسخن تمام وتروح العلامات عشان يلصق الفطير. هذا عندي الفطير بعد ما كورته إلى 5 كرات. بيكون في معايا شوية من طحين الذرة الحمراء، شوية حليب، وبوريكم كيف بشكل واحدة. طبعا المفروض قلت لكم تكون العجينة قاسية. فالآن بفتح الفطيرة من قدام بدهنها بالحليب، من ورا بدهنها بالطحين زي ما شايفين هنا من ورا أسوي لها طحين. إذا معودين تنوركم على الماء فرطبوا كذا من ورا شوية ماء وبعدين طحين عشان تعرفوا تشيلوها بعدين. ومن الوجه زي ما شايفين أنا مسوية الحليب، ممكن تسووا زبادي حقين الموجود عندكم. هنا برجع كمان أكنس التنور وأطفي الوسط عشان بخبز. إذا التنور مرة ساخن خلوه يبرد شوية عشان يلصق الفطير. زي ما شايفين أنا الآن بخبز الفطير. يعني لا تخلوها مرة نحيفة تكون مرة قاسية، ولا مرة متينة تكون معجنة. بكمل أخبز كل الفطير. بعد ما أكمل أخبز الفطير بفتح الوسط بخليه واطي والأطراف وسط وبغطي التنور. وعلى بال ما يستوي الفطير بجهز الوزف. معايا كمية من الوزف مغسلة ومنشفة. طبعا الوزف عبارة عن سمك صغير جدا وناشف، زي ما قلت لكم مغسل منشف. الآن بحمسه على النار، وبعد كده على طول للمسحق الحجر. طبعا هنا المسحق الحجر مغسلة وناشفة، يعني قد نشفت أثناء ما أنا بحمس الوزف.
وببدأ أسحق زي ما شايفين بإضافة الماء كل شوية. ممكن طبعا تعملوه بالخلاط بس ما يصير حلو أبدا أبدا أبدا، يعني فرق شاسع. يعني أنا عن نفسي ما أحبش أبدا الوزف بالخلاط، الوزف يعني بالحجرة. فزي ما شايفين أنا الآن بضيف الماء على شوية شوية وأسحق الوزف. وأنصحكم إنه لازم تحمصوا الوزف قبل ما تسحقوا. هنا معايا شوية ملح، شوية كمون، فلفل أحمر، ملح. طبعا كمية الفلفل على حسب ما تحبوا. وبسحق معايا طماطة بضيفها وبسحق. في ناس ما يسووا طماطم، يعني يكتفوا كذا بس بالوزف. في ناس يضيفوا طماطم، أنا أضيف طماطم. في ناس يسووا جبن مثلث، جبن أبيض، يعني على حسب الرغبة. أنا هنا ما أضفت ولا شيء، الوزف والطماط بس، هذه الكمية. وطبعا أنا مغرمة بالوزف مع رشة صليط قلقل اللي هو زيت السمسم. أنا شخصيا ما أحب الوزف إلا مع زيت السمسم. هنا شوفوا الفطير بعد ما استوى وبرد التنور، يعني التنور هنا دافي. طبعا كانت طاحت علي هذه أول وحدة، وحطيتها كذا وقفتها وخليت التنور يبرد. الآن بغطي التنور وخليه يبرد تماما، يعني عشان الفطير يشحط. وبعدين وقت التقديم هذا هو الفطير والوزف. إن شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها. ولو سمحتم اللي ما يحبوا الوزف واللي يعلقوا على أهل تعز اللي يأكلوا الوزف، لو سمحتم ما تعلقوا. وأخيرا بستنى آراءكم بالتعليقات، وما تنسوش تضغطوا على لايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.